السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. النهاردة هعمل معاكم حلا سهل وبسيط وتحفة وجديد حقيقي، طعمه مفيش احلى من كده. شايفين الجمال؟ اصلا حاجة كده تحفة. هسميه حلا عباد الشمس. شايفين؟ هبدأ معاكم المكونات سهلة وبسيطة. اول حاجة كده حطيت كوبايتين كبار من اللبن، عليهم نص كوباية من السكر زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت. حطيت كده معلقتين من الدقيق، هحط بقى عليهم معلقتين من النشا زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما يدوب. معايا كده قطعة من الشوكولاتة الخام حوالي 90 جرام. هبدأ بقى اولع النار لحد ما الشوكولاتة تدوب، وكمان هضيف معلقة من الكاكاو الخام عشان هتعزز الطعم وتدي طعم تحفة جدا. احنا كده بنعمل اول طبقة في الحلة بتاع النهاردة. حطيت كده معلقة من الكاكاو الخام. هبدأ بقى اقلب لحد ما المكونات كلها تدوب مع بعض، وكمان القوام يتقل كده يبقى شبه المهلبية زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده الشوكولاتة دابت في الخليط وهيبدأ يتقل كمان. لو تلاحظوا هنا ان الخليط بدأ يتقل، واول ما يتقل خالص ويبقى شبه المهلبية هطفي عليه. وده كده القوام المناسب للخليط. هبدأ اطفي عليه بقى واقدمه في الاطباق. زي ما انتم شايفين كده ده القوام. هبدأ بقى احطه في الاطباق. دي كده اول طبقة بحطه، مش بملى الطبق لحد الاخر زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم كلهم والطبقة تلاحظوا ان هي بدأت تتماسك. هبدأ بقى اعمل تاني طبقة. معايا 3 اكواب من اللبن زي ما انتم شايفين كده. هحط عليهم نشا، هحط معلقتين كده، 3 معالق من نشا كبار، وهدوبهم في اللبن. وهبدأ اعمل الكراميل. حطيت كده كوباية سكر في طاسة وهبدأ احطه واولع عليه. واول ما يبدأ يدوب كده من الحوافي هبدأ بقى اقلب السكر عشان ما يتحرقش. مش بنحرك في السكر خالص غير لما يبدأ يدوب زي ما قلتلكوا كده من الحوافي. اول ما يسيح خالص زي ما انتوا شايفين كده، واتأكد ان مفيش حبيبات سكر فيه، هبدأ انزل عليه بالخليط اللي احنا عملناه، النشا واللبن زي ما انتوا شايفين كده. حط الخليط، ما تقلقوش من التكتلات او التجمعات اللي حصلت دي. كل ده هيفك دلوقتي لما النشا واللبن اللي احنا حطيناهم يغلوا. زي ما انتوا شايفين كده هيبدأوا يسيحوا تاني ويفكوا. هفضل اقلب لحد ما السكر يدوب تماما، وكمان القوام يبقى عامل زي المهلبية. شايفين؟ هو ده القوام المناسب كده ليه. بجد حلا تحفة وجميل وخطير بجد جدا. هبدأ بقى احط تاني طبقة بعد ما الطبقة دي جمدت. هي اصلا ما بتاخدش وقت خالص. عقبال ما عملت الطبقة التانية كانت طبقة الشوكولاتة اللي احنا عملناها في الاول جمدت في الكوبايات او الاطباق. بدأت احط كده تاني طبقة، وبعد ما حطيتها رشيت عليها شوكولاتة مبشورة بالشكل ده عشان تدينا شكل زهرة عباد الشمس بالظبط. هحطها في التلاجة تجمد وارجع لكم تاني. وده كده شكله بعد ما طلع من التلاجة. شايفين الجمال واللذاذة؟ بجد حاجة كده قوامها تحفة وطعمها تحفة وحاجة جديدة ومختلفة. بجد طعمها جميل جدا. اكاد من فرط الجمال اذوبه. تحفة خطير بجد. يا رب بجد تكون الطريقة عجبتكم، ومتأكدة ان انتوا لو جربتوا الطريقة بتاعت الحلة دي هتعجبكم جدا. متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.